خلاص انتهينا. علموا النظام. ايش هذا كله؟ اجمعوا ملفاتكم عند السكرتارية ونقابلكم على واحد. تعلموا ماشيين على اساس. صباح الخير. صباح الخير. خذ الملفات حق المراجعين وعدي بهم كشف عشان نقابلهم واحد واحد. حاضر يا استاذ. تعالوا عدي تعالوا. حاضر. ودي حق المدير. رجاء يا جماعه لو سمحتوا ابدأوا كل من يسلم حقه الملف بالنظام. مكن المدير بالنظام لو سمحتوا. مكن المدير يوقع له. المدير والله احنا مراعينا ما نمسح. تمام والله تمام. كلهم هرشت وظايف. ايوه بدي اتصور كلهم هذا بدون ما ننزل اعلان في الصحيفه. ما فيش معانا غير 3 درجات وظيفيه فقط. ما عندي مشكله. لما نديها ومن نعيم نديها لسعيد الحظ. سعيد الحظ انت. ديت الملف موجود. هات كامل تفضل. اوراق وثائق معاملات. كل الاوراق موجوده. ما سربت ورقه للنائب للمدير المالي للمدير الاداري للمديرين. ما يمكن يا مدير تتحول ورقه لموظف او لغير موظف الا بعد ما تمر عليكم وتوقعوها انتم بانفسكم. امانه. وامر خروج الموظف عبد الكريم اللي حولها المدير الاداري. وامر اصلاح الحنفيه اللي حولها المدير المالي. انا داري بكل ما بيجري داخل المؤسسه يا جميل. يا مدير بالنسبه لموضوع عبد الكريم كانت بنتها مريضه جدا. اتصلوا من البيت وقالوا ضروري جدا يجي يسعفها وانت ما كنتش موجود. فجلس يترجاني وتوسل لعندي فقلت ما فيش غير اني احولها للمدير الاداري بدل ما يرجع للنائب ويصير يوقعها عنده ويحس النائب انه قد معه صلاحيات ويقوم يعمل التوجيه هو بنفسه. عاد النائب يشتي وجهه. والحنفيه؟ بالنسبه لموضوع الحنفيه الذي قد كانت بتقطر في الحمام قد كانت ملت الحمام والطواريد وقد كان المدير والموظفين والمدير الاداري وكل الناس بيصيحوا هذا حرام هذا عبث ما يجوز هذا عبث بالنعمه. واتصلت بك وقلت لي تصرف. ما كان فيش امامي غير المدير المالي. قلنا نوجه وحرر عنده وهو يوجه بدل ما يستغل صاحبنا فرصه ويعمل لنفسه اهميه. بعدها يا مدير المساله عاديه جدا هو غير تصريح خروج واصلاح حنفيه ما بالشيء. اسمع انا هنا الكل فالكل. خليها حلقه في اذنك. اليوم يعملوا امر تصريح خروج موظف ولا امر اصلاح حنفيه وبكره يقدموا يوقعوا فشيكات. افهم انا هنا الكل فالكل. اوكي 38 ننقص منها 25 كم الباقي؟ الباقي 13. والله يا أصدقائي هذا الأيام الجيب فاضي على طول. بعدها ما نشتري ليش المدير العام زعلان مني زيادة هذا الأيام. هو زعلان مننا كلنا وهي حين قد رضي علينا من يوم ما جاء. يلا والله أنا نفسي أعرف اسم أمك من زمان. أنا اسم أمي لا يمكن أقوله لأي واحد. لا لازم تقول لازم. ألو ها فين انتم اليوم؟ هي ايش رايكم نخلي اليوم الجلسه عندي في مكتبي؟ انا عازمكم وكمان في عندي لكم مفاجاه حلوه وساره. انا منتظركم. ها تعالوا بسرعه. حاضر مع السلامة. منو هذا؟ هذا نائب المدير العام بيقول نروح نتم الجلسة عنده في مكتبه. ليش ما يجيش لها هنا؟ لا كيف يجي لها هنا؟ الراجل عايز نروح لمكتبه لازم نروح وبعدها قال انه عامل لنا مفاجأة. مفاجأة؟ ايوه أمانة يا شباب ما دام في مفاجأة هينزل. يلا هي. حياك الله يا استاذ. حين قد تذكرت انا والله بيني وبينكم والله اني قد كان في القلب بعض الريب. انما لما عاد اتصل ولا عاد ذكرنا ولا الا الاشغال. ايوه ايش موضوع توظيف؟ لا خلاص يا استاذ انت كلامك توجيه كامل بس خليه يطرح ملف عند مدير المكتب وما يكون الا خير ان شاء الله. ولا تبخلوا علينا بالاتصال.
حاضر، في دعاة الله. مع سلامة الله، مع السلامة. زيدوا كلموها يا تعال أستاذ. بنكلم حد. كلموا ذا بس. خلي لي حالي يا أخي. يا أستاذ كلمه بس. واحد منهم. باو. معلش. سلام الله عليكم. حياك الله يا أستاذ، من معي؟ أهلا وسهلا. موضوع التوظيف. يا أخي هذا موضوع شائك ومعقد. أيوة، كونوا بقرار لجنة مكونة من النائب والمدير المالي والمدير الإداري ومدير الشؤون القانونية، أعطوها كل الصلاحيات. أيوة لجنة رفيعة المستوى، وهي الآن في اجتماع متواصل حول هذا الموضوع بالضبط. ها؟ أنا والله دوري يقتصر على إبداء الرأي. إيش؟ لا يا أستاذ، لا ما يمكن. أنت لو تفكر في الكلام هذا اللي بتقوله ما يمكن تعيد مرة ثانية. أنا لا يمكنني أخترق الأنظمة واللوائح وأحاول أفرض على اللجنة شيء هي مش مقتنعة به. لا. عموما خليه يطرح ملفه عند مدير المكتب وإن شاء الله يبقى خير. مع السلامة. امسك. ولا عاد حاجة، خلي لي حالي يا أخي. لا وبس. خلي لي حالي، تصرف كل خرج، اجتماع تعبت. الو، عفوا يا اخي، المدير دخل في الاجتماع، ممكن تصل مرة ثانية في وقت آخر. يلا مع السلامة. والجنان هذا هو القيمة اللي قامت هذا حسب الوظائف، هذا اتصالات ووساطات وجنان، وهذا حبيبي وهذا شعزمه، القلب واحد لمن شق اسمه. وهنا باقي معك شوية رسائل ممكن تقراها بنفسك. ولا بنقرا حاجة، عصيدتك ما تنهى انت. طيب ما نسوي؟ كيف ممكن نعمل أنا مدير؟ ما نسوي. ايوه اسمع، اعمل كشف. ايوه. اكتب اسم طالب التوظيف وامامه اسم الوساطة. جميل. عشان نقدر نوزن الناس. فكرة رائعة. لأنه هذا من المواضيع الشائكة، لأنك ترضي واحد وتزعل 10. الله يخرجنا من المطبة هذا سالمين. عين العقل يا مدير. إنما هؤلاء ما ينفعوا المدراء حقنا. حق العادة. يوم يلقى قضاء. قد يا الله حلا. اسمع، أنا معي الآن موعد مع صديق في موضوع شخصي اتصل قلبي حاجتي، وأنت تروح لعندهم قول لهم المدير في حاجتكم الاجتماع الضروري. الآن أحركم لك. ما أرجع من خارج إلا وقدم في صالة الاجتماع. تمام.